على مدار ال 16 سنة اللي فاتوا كانت بتستعد وبتصرف مئات المليارات عشان تخلق لنفسها وجود هناك، فبجانب الثروات اللي موجودة في القطب الشمالي وبحر الشمال ممكن يوفر للصين طريق شحن آمن وطريق احتياطي بديل لو حصلت لها أي حاجة واتمنعت من المرور في أي من الممرات اللي بتتحكم فيها أمريكا. وفي 2018 أعلنت الصين رسميا إنها دولة قريبة من القطب الشمالي، وده كان واحد من أهم الأسباب اللي بدأ بسببها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واللي الهدف الأكبر منها هو إضعاف صعود الصين. وإيه فائدة الكلام ده كله ما دام السفن والتكنولوجيا الحديثة في إيد أمريكا؟ هقول لك ومين قالك الكلام ده؟ الصين في ال20 سنة الأخيرة ضخت استثمارات ضخمة في صناعة بناء السفن، في نفس الوقت اللي الأمريكيين فيه بيتراجعوا في الصناعة دي. كفاية أقول لك إن من 25 سنة بس الصين كانت ولا حاجة في الصناعة دي، النهارده محدش في العالم قادر يلحقها ولا ينافسها. في 2001 كان اللي سايق الصناعة دي وقتها هم اليابانيين وبعدهم الكوريين الجنوبيين، لكن في 2002 الرئيس الصيني وقتها صرح